شاركت الفنانة درة متابعيها صور جديدة لها عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة. وظهرت درة مرتدية كاش مايو طويل وأنيق باللون الأبيض، وجاء بتصميم بسيط لا يكشف عن جمالها ورشاقتها. ومن الناحية الجمالية اعتمدت درة على وضع المكياج بلمسات بسيطة، وكشفت الفنانة التونسية درة عن دخولها مجال الإخراج لأول مرة من خلال فيلم وثائقي بعنوان وين سيرنا، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، معبرة عن سعادتها البالغة بهذا الخطوة، وذلك من خلال حسابها على موقع انستجرام، حيث نشرت درة صور لها من كواليس تصوير الفيلم الوثائقي معلقة عليه: بعد التفكير والخطوات الأولى منذ شهور تم التصوير والمونتاج الذي لا يزال مستمر. أود أن أشكركم، هذا التجربة المختلفة والأقرب إلى قلبي. فيلم وين صرنا هو فيلم وثائقي تسجيلي من إخراجي وإنتاجي لأول مرة لا أظهر فيه. الفنانة التونسية درة هي اسمها الحقيقي درة إبراهيم زروق، هي من مواليد 13 يناير 1980، تبلغ من العمر 44 عام، متزوجة من رجل الأعمال والمهندس هاني سعد وهو مصري الجنسية. وعملت حفل زفاف في الساحل الشمالي حضروا مجموعة كبيرة جدا من النجوم في عام 2019.